الزبير قد سأل إنه من فترة سيد وزير الصحة صرح بإنه 27% من الطلاب مصابين بالعاهة أو معهد. هل كان يقصد عاهة نفسية، مرض نفسي؟ ما فهمنا الفرق بين العاهة النفسية وبين المرض النفسي طيب من خلالك. طيب يعني اسمعي، ابتسامتي وراها يعني كلام، وراها ما وراها. الكلام لما صرح به وزير الصحة أنا كنت في الغربة فترة وجيت راجع رديت عليه في نفس الوقت في حينه، وتاني استمرت الردود. أنا ليه لما أقول سهام عندها عاهة، طيب أنا كده أسقطها واتهمت سهام بحاجة. عمق الحاجة شنو؟ لأنه في حاجة بتقول وراء كل سلوك دافع. نعم. وراء كل سلوك دافع. انت ليش شنو حكمت على الشعب او على جزء من الطلاب انهم عندهم عاهة نفسية؟ طيب زين، العاهة النفسية نحن بنعرفها معناتها الخلل، معناته العطب. عاهة النفسية معناته انشراح الشخصية. عاهة النفسية معناته أعمق من المرضى النفسي. العاهة النفسية معناته دول ما يصلوا عندها خلاص. يعني حكمت عليه بالحتة بتاعت إعدام من غير ما تشوف قضيته. دائما اللي بيتسبب لعاهة نفسية لزول معناته هو أنا أخصائي نفسي جنائي في الماستر وفي الدكتوراه بالرهاب الاجتماعي، لكن كأخصائي نفسي جنائي بيتسبب لعاهة لشخص إحنا مجرم صحيح، والزول المجرم يستحق العقاب. أنا تمرحت الوقت ده إنه 27% أنا بعالجه يا أخي مجان. وكتبت الدار الوقت ده بالمنشطات العريضة أخصائي نفسي سوداني حاصل على البورد الأمريكي يتبرع بعلاج 27% من الناس اللي عندها عاهة نفسية. أنت لما تقول زول عنده عاهة نفسية كيف شخصتها؟ هل أنت طبيب نفسي؟ أيوة أنا جاي اتهام. أيوة طيب أنت لما تقول عاهة نفسية هل أنت البيزك